ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض طواجن البطاطس باللحمه او اللحمه بالبطاطس، او ممكن كمان تختاري اي خضار. شايفين شكلها تحفه، طالعه من الفرن حلوه جدا جدا جدا، مش متعبه خالص ومش مكلفه في شغلها يعني ولا حاجه. سهله جدا وبسيطه، وهقولك ازاي تعمليها بكذا طريقه. النهارده اخترت لكم طريقه حلوه كده وسهله وبسيطه وكمان سريعه. اول حاجه هتسخني الزيت، كمان في شويه معلومات حباكي تعرفيها علشان اي اكله بتعمليها تطلع حلوه. بصوا بقى، احنا اول حاجه هندي صدمه للحمه. لازم اللحمه تاخد صدمه كده في الزيت. الزيت يكون سخن او السمنه او زبده، اي ماده دهنيه اللي بتستخدميها لازم تكون سخنه والحله سخنه علشان اللحمه معاكي ما تنزلش الميه والسوائل بتاعتها. هنديها كده صدمة على الناحيتين من غير ولا بهارات ولا اي حاجة علشان ما تتحرقش معانا. هنديها بس كده صدمة، شايفين؟ تاخد اللون الذهبي ونقلبها على الناحية التانية. احنا عايزين بس اللحمة تاخد لون زي كده اهو، وبعد كده هنبتدي نعمل باقي الخطوات. عايزة اقولك على معلومة مهمة جدا. لو اللحمه لزقت معاكي في الحله ما تقلقيش خالص. حابه ان انت تقلبيها، سيبيها لحد ما تاخد اللون بتاعها، واما تيجي تقلبيها تروحي تطفي النار بتاعت البوتاجاز لحد ما الحله تبرد شويه، وبعد كده تقلبيها. بس خلي بالك ما تسيبيهاش تحمر جامد، علشان من ما تطفي الحله والحله تبرد هتاخد لون اكتر شويه. فانت اول لما تلاقيها بتلزق وخلاص هي بدأت يبقى لونها ذهبي ومش عارفة تقلبيها، روحي اطفي النار واقلبيها وسيبي الحلة تبرد، بعد كده اقلبيها براحتك. وبعد كده ولعي تاني وسيبيها تاخد اللون على الناحية التانية. عايزة اقولك ان انا النهاردة هسلقها شوية، اديها كده سلقة حلوة كده، 3/4 سلقة. لو حابة ان انت تعملي الموضوع ده كله نية في ني مفيش اي مشاكل، هيطلع كمان احلى. بصوا بقى، خلاص اخدت اللون بتاعنا. هنيجي بقى البهارات والحاجات الخضار اللي هنسلق فيها اللحم. انا حطيت كوبايه صيني اللي هي كانت مطحونه، وحبهان ورق لورا، دول اللي بطحنهم مع بعض انتوا عارفين. وحطيت شويه من الفلفل الاسود سليم، وحطيت جزرايه وبصلايه. حابه ان انت تحطي طماطم، كرفس، توم، اي حاجه، اي خضار عندك حابه ان انت تحطيه حطي. انا بحب احط بصلايه وجزرايه بس، ما بحبش احط طماطم في الشوربه، علشان لو انا محتاجة شوربة ولا حاجة الشوربة معايا ما تبصش بسرعة. آه، هنيجي بقى للخضار اللي احنا هنستخدمه في الطواجن بتاعتنا. برضو تقدري تستخدمي الخضار اللي انت عايزاه. عايزة بامية، عايزة بطاطس، عايزة كوسة، الخضار اللي انت عايزاه. انا هنا هعمل بطاطس، طبعا بطاطس هعمل معاها شوية بقى من الخضار، بصل وجزر وفلفل الوان، فلفل اخضر. هقطع كده بالطريقة دي. طبعا كمان التقطيع تقدري تقطعي زي ما انت عايزة، تقدري تعملي حلقات، ترانشات، آه مربعات، مكعبات. انا هنا هقطعه صغير شوية، يعني بعد ما اقطع ترانشات اقطعه مكعبات علشان تبقى كده كلها قطع صغيرة كده. انا حابة الخضار النهاردة يبقى صغير شوية. هنقطع كده كل الخضار بتاعنا. البصل انا قطعت بصلاية كده اهي كبيرة، وهقطع جزراية كبيرة وبطاطستين، وهقطع فلفل اخضر، وكمان هقطع طماطمية، وهستخدم عصير طماطم. دي بالنسبة للمكونات اللي انا هستخدمها. تقدري تعملي اللحمة تسويها وبعد كده تحطي معاها الخضار وتسيبيها شوية بالعصير الطماطم تتسبك شوية على النار، بعد كده تحطيها في الفرن بس تاخد كده اللون بتاعها، وعلى الشواية او على الفرن عادي. تقدري تحطي الموضوع ده كله نية في ني مع بعض في الحلة او الطواجن، وتحطيه في الفرن. وتقدري تغلفيه، بس لو هتحطيه كله ني في ني يبقى هتغلفيه بورق سلوفان، وهتضطري ان انت يا اما تزودي عصير الطماطم يا اما تزودي شوربه، لان اللحمه معاكي هتكون ما استوتش، محتاجه سوائل تتسوى فيها. كمان عندي معلقه من الثوم المفروم. بصوا اديني قطعت البصل والجزر والبطاطس، فاضل عندي الفلفل، هقطعه كده على السريع برضو مكعبات كده. زي ما قلت لك تقدري تعملي زي ما انا بعمل كده، وتقدري تعملي كله ني في ني. انا النهارده اخترت طريقه كده حلوه وسهله، وكمان يعني مضمونه. طبعا في ناس بتبقى مش عارفه الطاجن هيستوي، اللحمه هتستوي ولا هتطلع نيه. ممكن الخضار يستوي اسرع واللحمه تبقى لسه نيه.
ففي ناس بتحب هي عارفة الخضار هيستوي في قد ايه، فبتبقى مش ضامنة اللحمة، فبتحب تسوي اللحمة. انا النهاردة عملت لكم الطريقة دي عشان تبقي ضامنة اللحمة هنسويها 3/4، وبعد كده هنحط معاها الخضار. بصوا بقى، انا هنا قطعت كل الخضار، فاضل الطماطمية، هقطع طماطمية واحدة وهعمل عصير طماطم، يعني طماطمية واحدة بس كده عشان ايه، يبقى لون احمر مع المكعبات. عايزه اقول لكم انا ما برتاحش غير في السكينه دي، السكينه دي خشب ودهنتها، بس الدهان بتاعها بيقشر شويه طبعا من الميه والاستخدام على طول، لان بصراحه ما استخدمش غيرها، مريحه جدا. السلاح بتاعها قوي وسميك ومن تحت رفيع، فبيريحني جدا جدا. انا هنا قطعت مكعبات طماطم مكعبات، وهاخد كده طماطمتين 3 هعملهم عصير علشان اسوي فيهم. دي كده اللحمه خلاص استوت معايا، فاضل لها حاجه بسيطه، يعني فاضل لها 10 دقايق مثلا. ده بالنسبه للناس اللي بتحب اللحمه مستويه زياده وحلوه. لو انت بتحبيها يا دوب مستويه فتطلعيها بقى 3/4 سوا. تمام. حطينا بقى اللحمه في اللي كان في الحله ده، حته دهنه كده حطيتها في الحله. حطيت بقى اللحمه وحطيت زيت، ولعت البوتاجاز بتاعي، حطيت بقى البصل. عايزه اقول لكم البصل هياخد بس تشويحه كده خفيفه، اول ما يدبل هننزل بباقي المكونات. وهقول لكم برضو هننزل بايه في الاول. هندي البصل تشويحه وبعديه هننزل بمعلقه التوم، بس لازم البصل يبقى دبل شويه، لان التوم لو نزل من الاول التوم هيتحروق معاكي، والتوم لو اتحروق هيمرر الاكل. هنقلب كده تقليب حلو لحد ما البصل يتشوح. البصل يتشوح معانا وبدأ يدبل، هننزل بمعلقة التوم تقليبة خفيفة كده. أول ما تشمي ريحة التوم خلاص ريحته بدأت تطلع، خلاص تنزلي بباقي الخضار. ما تسويش اللحمة جامد عشان انتي وبتقلبي اللحمة ما تتقطعش معاكي، لأن اللحمة لو مستوية جامد زيادة عن اللزوم هتتقطع معاكي وهتتفرن، مش هتبقى كل قطعة لوحدها. ادينا التوم بقى تشويحه كده حلوه، نزلنا بقى بالبطاطس طبعا غسلناها وصفيناها، نزلنا بالجزر والفلفل والطماطمايه وكل الخضار اللي احنا عاملينه. زي ما قلت لك، عايزه تعملي كوسه، عايزه تعملي باميه، الخضار اللي انت عايزاه اعملي. هنقلب كده تقلبتين وهننزل بعصير الطماطم، وهنسيب الموضوع ده كله يتسبك. بس انا هحط البهارات كمان في الاول، هحط نفس البهارات اللي حطيتها في الاول ما عدا كوبايه بصين. هحط حبهان ورق لورا دول مطحونين وفلفل وملح، بس هزود بقى بابريكا علشان خاطر الطماطم عندي لونها فاتح، وعايزه الطماطم كده يبقى لونها حلو كده احمر وحلو. الطماطم الايام دي جايه اللي هي لونها مخضر شويه كده، فما بتديش خالص لون للصلصه. بصوا ده كده خلاص بعد ما غلت خلاص كده الخضار يعتبر دخل في استوى، يعني فاضله دقيقتين كده ويبقى خلاص مستوي. هحطه بقى خلاص في الطواجن. انا اديت له 10 دقايق كده يغلي مع بعض لحد بس ما الطماطم تتسبك معايا كويس. خلاص اتسبكت هي وغلت ودخلت في مرحله التسبيك، انا برضو مش عايزاها تبقى متسبكه قوي. بصوا انا حطيت الخضار بقى هنا كده في الطواجن واللحمه وكله. وعايزه اقول لكم اني انا هنا حطيت كميه وغطيتها كلها بالصلصه بتاعت الخضار. يعني هتحطي كده خضار وما تدخليهوش كده الفرن، لا غطيه بالصلصه علشان زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. بصوا وزعت كده كميه الخضار الاول، وبعد كده اي سوائل كانت في الحله رحت غطيت بيها الطواجن علشان لما يدخل عندي في الفرن الطماطم كده تاخد لون من فوق، عصير الطماطم ياخد لون، وكمان الخضار ما يبقاش طالع لفوق كده ويتحروق معايا، واللحمه برضو تتحرق. عايزه اقول لكم لو وصلتوا لحد هنا واول مره تشوفوا فيديوهاتي وعجباكم فيديوهاتي اعملوا لي لايك واشتركوا في القناه، دوسوا على زرار الاشتراك او سبسكرايب على حسب ما موجود عندكم في التليفون، وفعلوا زرار الجرس، يعني دوسوا على علامه الجرس واعملوا علامه الكل عشان كل الفيديوهات اللي بعملها جديد تنزل لكم وتشوفوها اول باول. ما تنسوش اللايك علشان تشوفوا الوصفه تاني لو حبيتوا ترجعوا لها. وزعنا كده كميه الخضار اهو في الطواجن. هنزل بقى، بصوا اي صوص بقى في الحله كده هنزل بيه على الوش من فوق علشان هو ده اللي هيسوي يكمل تسويه الطواجن عندي.
زي ما قلت لك لو هتعملي الموضوع ده ني في ني هيبقى محتاج معاكي سوائل، يبقى هتزودي مكعبات الطماطم، او هتعملي عصير طماطم وتحطيه، او هتزودي شوربه، هتزودي كميه المكعبات الطماطم وتزودي بقى شوربه، هيطلع معاكي احلى طاجن. هندخله بقى الفرن. بصوا انا كل حاجه يعتبر مستويه، فمش مش هغطيه بورق سلوفان ولا حاجه، لا هدخله بس كده في الفرن. كمان مش هولع الشوايه، هسيبه كده يغلي مع بعض كده، ياخد ويدي، كل الحاجات المكونات تاخد وتدي مع بعض، عشان كل حاجه تاخد من طعم التاني. كمان لما بيبقى في الطاجن في الفرن بيدي طعم تاني خالص، بيبقى طعم كده حلو ومتسبك، وطعم كده حلو ولذيذ. ده كان شكله بعد ما طلع. عايزه اقول لكم شكله وريحته وطعمه جنان. جربوا الطواجن، ما تقلقوش منها، سهله جدا وبسيطه ومش متعبه على فكره. اعملي الاكل عادي وحطيه بعد كده في طواجن ودخليه على الفرن، سهل جدا وبسيط، و مش مشكله يعني خالص. ولا في ناس بتستصعب الموضوع ده، لا ما تستصعبيش اي حاجه، جربي واعملي وابتكري في مطبخك زي ما انت عايزه. الوصفة حلوة جدا، اتمنى يا رب الوصفة تعجبكم. متنسوش لو عجبتكم الوصفة وتعملوا لي لايك، ولو اول مرة تشوفوا فيديوهاتي تدوسوا على قناة اشتراك عشان تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي جديدة. واسيبكم بقى مع الطواجن الجميلة دي، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.